هو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن أبي الفداء إسماعيل بن محمد بن أبي بكر الصنهاجي من سنهاجة أزمور، المعروف بمولاي عبد الله أمغار أو ابن أمغار، وهو لقب يطلقه الناس عليه إكراما وعلوا في المرتبة الصوفية، ومن أسرة أمغارية عريقة في التصوف والعلم من قبائل سنهاجة الأمازيغ، وينتمي نسبه لمولاي إدريس الأول دفين مدينة زرهو. ولد مولاي عبد الله أمغار في أيير، وهي مدينة تقع شمال مدينة آسفي بحوالي 50 كيلومتر تجاه الوليدية. لم يبقى منها حاليا سوى بقايا أبراج برتغالية. تلقى العلم أولا من والده أبي جعفر إسحاق، ثم من بعد علماء دكالة، وتربى على التصوف داخل أسرته الأمغارية التي عرفت بالولاية والصلاح. أصبح من كبار الصوفيين والصلحاء، وتتلمذ على يده علماء وفقهاء مثل الولي الصالح سيدي محمد أصالح دفين آسفي، وأبو شعيب السارية دفين أزمور. السبع أسس رباط تيت نفط أو ما يعرف حاليا مولاي عبد الله أمغار أو جماعة مولاي عبد الله أمغار، وهو رباط صوفي ومعناه بالأمازيغية عين باردة قرب الجديدة أو مدينة الجديدة حاليا. الرباط لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل مركزا علميا وروحيا استعطب إليه مريدين وطلب من دكالة خارجها للمشاركة في الخلوة والذكر والتعليم الشرعي. عرف مولاي عبد الله أمغار بورعه وتقواه وحرصه على اتباع السنة والمداومة على العبادة والخلوة. توفي في الثلث الأخير من القرن السادس الهجري، وتقدر بعض المصادر التاريخية وفاته في 537 للهجرة، أي في القرن السادس الهجري 12 الميلادي. دفن برباط تيت، وبني عليه ضريح حامل اسمه ليتحول اسم رباط إلى عبد الله أمغار. بعد وفاته أصبح ضريحه مركزا للتجمعات الدينية والثقافية، يقام حوله موسم سنوي يعرف بموسم مولاي عبد الله أمغار من تنظيم قبائل دكالة لطلب البركة والدعاء والمداومة على الذكر والخلوة وإحياء السنن الصوفية. من التظاهرات التي تقام حاليا بهذا الموسم تشمل الفروسية أو التمولدة، ويعتقد أنها من الطقوس القديمة في هذا الموسم، وقد عرفت بها قبائل دكالة. كذلك الصيد بالصقور وأنشطة فنية وثقافية عديدة، إضافة إلى تنظيم أسواق تقليدية وفعاليات ليلية من الموسيقى والأغاني الشعبية. هو موسم سنوي يقام في شهر غشت من كل سنة. هذا الشهر الذي يمثل عطلة القبائل بعد موسم الحصاد.